وانا بتفرج على الماتش بتاع صن داونز وشباب بلوزداد، بلاقي ان لعيبه نص الملعب كل واحد فيهم قادر على الاستلام تحت ضغط، قادر على الترقيص، قادر على اللعب من لمسه واحده والتحرك بدون كوره، وبالتالي بتلاقيهم بيوصلوا لمرمى الخصم اكتر من 10 مرات. مظبوط. سهل جدا. مظبوط. وده شفناه حتى صن داونز امام الاهلي هنا وهناك كل مبارياته. كل مبارياته. وبالتالي لما بقعد افكر لما اتفرجت على ماتش الزمالك وشباب بلوزداد كنا بنفقد الكوره، الميس باس غير طبيعي، وكنا كاننا بنطفش ونرجع ندافع، تطفش ونرجع ندافع، تطفش، وكاننا حسسنا ان شباب بلوزداد فرقه تقيله. مظبوط. اما لعبت قدام صن داونز لا، حسينا ان احنا عندنا مشكله في نص الملعب، ان احنا عندنا مشكله. اهم حاجه، اهم لعيب كوره في نص الملعب يا كابتن اسلام، وانت كنت لعيب نص ملعب جامد وكنت باسير 10/10، هي ان انت تكون عندك قدره على الاستلام والتسلم والتحرك بدون كوره، وعدم فقد الكوره بسهوله والضغط على الخصم. دي سمات نص ملعب البطل. مظبوط. او نص ملعب الفريق البطل. مظبوط. لكن الفريق اللي بيفقد الكوره بمنتهى السهوله وبيلاقي صعوبه في استعاده الكوره، عنده مشكله كبيره، او البناء من الخلف للامام. مظبوط. او خلق فرص، لا دي مشكله. عمر ما هتلاقي فريق بطل كده. مظبوط. بص يا خالد تعال نتفق ان اسهل حاجه في الكوره هي اصعب حاجه، اللي هي ايه؟ التسليم والتسلم. تمام. انت امتلكت لعيب بيعرف يستلم كويس ويسلم كويس، انت ما عندكش مشكله في الملعب دلوقتي خالص. وبالتالي اللي كان بيحصل في الفتره الاخيره مع فييرا هو كان تحس ان مفيش جمل اللعيبه بتلعبها او تتمرن عليها في التدريبات، بدليل ان الكره لما تبقى موجوده مع نادي الزمالك مفيش اي زياده هجوميه. دي نمره واحد. نمره اتنين، الكلمه اللي انا بقول عليها يا كابتن خالد، ان الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا في نص الملعب الثلاثه واضح جدا جدا ان القماشه واحده، مفيش اي ابتكار. يعني التسليم والتسلم ممكن يبقى موجود، ولكن مش مع زياده هجوميه، مش مع خلق مساحات، مش مع مكسب مساحات. نمره ثلاثه وده الاهم يا خالد، ان كان البيلد ان عند نادي الزمالك او بنى الهجمه عند نادي الزمالك في مشكله. تعال نتفق ان حسام وعبد المجيد والونش واحيانا المسلوسي هم لعيبه كوره وفوتبولر وكل حاجه، بس مش بناء هجمه. برافو عليك. او زي مثلا كابتن اشرف قاسم، لا زي سامي الشيشيني، زي المجموعه اللي زي معتمد جمال، بالظبط كده، كان لعيبه بتعرف تبني. بالظبط كده. مدحت عبد الهادي كان لعيب كوره يعني مدحت يجي في نمره 2 بس كان بيعرف يطلع بكوره مفيش مشكله وبيشوط مفيش مشكله. اذا كان عندك القماشه دي موجوده تحت اللي هي حسام والمسلوسي والونش وموجودين بالامكانيات ديت، يبقى لازم الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب تقال جدا علشان يعني ايه يغطوا عليهم. انا نسيت واحد كمان جامد جدا، وائل الاباني. ووائل طبعا يعني احنا بنقول على سبيل المثال ده وهيثم فاروق عشان ما حدش يزعل وبشير. والله كان امكانياتهم، انا بتكلم امكانياتهم، كان في لعيبه بص بقى تعالى اقوياء جدا، لكن برضه كان عندهم كوره. ما احنا بنقول اهو يا خالد، يبقى حتى لو الخط الامامي او اول خط ليك، اول خط ليك وحسام برضه، يعني احنا بنقول على سبيل الحصر، على سبيل المثال كابتن ابراهيم يوسف طبعا بقى. لا كابتن ابراهيم مالناش دعوه بيه، ده في قصه، ده الغزال يعني رحمه الله عليه، الله يرحمه. فاذا كان عندك الخط اللي تحت كده يبقى لازم يتعوض باللي موجودين في نص الملعب، لكن كانت الدنيا مش واضحه قوي في نص الملعب. يعني كان الكره بتطلع بصعوبه قوي من تحت لنص الملعب، وبتطلع بصعوبه اكتر من نص الملعب لللاين فيرود اللي قدام، وبالتالي انت ما كانش ليك اي شكل هجومي خالص، بدليل اللي انا قلت لك عليه ان المعدل التهديفي لنادي الزمالك في البطولات الافريقيه والدوري العام مش كتير. يعني الزمالك لعب 4 5 6 ماتشات ويكسب 2-0، يلعب 4 5 6 ماتشات ويكسب 3-1، مفيش غزاره تهديفيه، مفيش حته البيلد ان بنى الهجمه ما كانتش موجوده. ده اللي هيودينا اسلام. يعني يمكن انا بقعد افكر والله، وانا الحمد لله يعني بشكر مستشار مرتضى منصور لتواجدي في اللجنه الفنيه لفريق الكوره مع فطاحل في الكوره يعني. طبعا لما بقعد افكر يا اسلام ايه اللي ممكن نعمله السنه الجايه لفريق الكوره، وايه النواقص اللي الزمالك محتاجها. بص يا خالد، انا اسف هقطع كلامك. انا نفسي وانت عضو في اللجنه الفنيه وكل الكباتن بتوعنا، انا عايز اللعيب اللي يجي يلعب في نادي الزمالك اول ما يدخل باب النادي ينزل يسجد لربنا ركعتين شكر. ده اللعيب اللي هيخدم نادي الزمالك يا خالد، مش لعيب النادي الزمالك اللي انا الم له فلوس عشان يجي يلعب. لا صح، لا دي كانت غلطه كبيره جدا جدا جدا. بالظبط، لان انا ما قعدت افكر كده على بعض الصفقات بدون ذكر اسماء، لا ممكن تلاقي مثلا صفقه كانت عندنا السنه اللي فاتت احسن من اللي جت. تمام. فما قعدت افكر، قعدت اقول زيك كده بالظبط. اولا الزمالك مش محتاج نوعيه من المدافعين اللي هم الويل بيلت والاقوياء بالظبط، لان عندي مظبوط، فاهم قصدي؟ عندي الاقوياء دول، وعندي اللي هو قدرات، وعندي الهيدرز، وعندي الفايتر عموما. الفايتر موجود. يبقى انا ناقصني ايه؟ ناقصني المدافع اللي بيعرف يبني هجمه من الخلف، لعيب الكوره. لان ليه؟ لان المدافع يا جماعه اللي بيبني هجمه من الخلف هيكون جزء مهم جدا في حل التكتل الدفاعي للفرقه اللي بتلعب قدامك. تمام. لان في النهايه لو انا لعيب مش ممسوك، مظبوط، في معظم الاحيان اللاعب اللي جاي من ورا، السيرد باك اللي جاي من ورا مش ممسوك، مظبوط. فلو عنده قدره انه يطلع بالكوره لغايه ما حد يخش عليه، هيباصيها، هيعرف يباصي، يعرف يستلم، يعرف يعدي. فاهم قصدي؟ ده هيحل لي جزء. بالظبط. انا اقول لك حاجه، ربنا يشفيه ويديله الصحه وطول العمر، برنس الكره المصريه اشرف قاسم. اظن موسم 95 96 كان هداف الدوري وهو بيلعب ليبرو.
بالظبط. علشان كانت فيه الحته دي بالظبط. ان هو كان بيقدر يرجع من تحت لفوق، هو فاضي خالص، يقدر يلعب على الجناب، يعمل اختراق من العمق، يجي جوان وهو بيلعب ليبرو، راجل بيلعب مركز 4 أو 5. صحيح. فده الراجل اللي جاي من تحت زي ما انت بتقول يا خالد، هو جاي فاضي خالص. نمره 1، نمره 2 جاي بوشه، نمره 3 يا سلام لو فوتبولر زي كابتن اشرف قاسم هيعمل لك زيادات وهيحل لك تكتلات. لكن انت زي ما انت بتقول كده، حته ان انا ابقى لعيب ده كان زمان بقى كوره اللي هي ايه، وينزل بدماغه على الارض ويطير في الهواء ويعمل بلاكور، الحاجات دي موجوده، بس خلاص بقى ايه دي معايا. لا بالظبط. حتى كمان من ضمن الحاجات المهمه لاي فريق بطل هو رقم 6 ورقم 8. تمام. رقم 6 و8 دول، 6 ما بقاش مواصفات اللي هو الضريب، الديفندر الاصلي، لا ديفندر ضريب وبتاع، لا ده ديفندر بيقطع بالظبط ويسلم ويلعب ويشوط مظبوط ويرقص ويباصي. صح. نمره 2 8 ده بيبقى الرايق، تمام، يعني زي فرجاني ساسي كده. تمام. يعني في لعيبه كده رايقه. يعني انا مثلا عندي في المصري لعيب اسمه الجلاصي، الياس الياس الجلاصي، ده تونسي. تونسي، لعيب رايق في نص ملعب، بيستلم، ما بيتخضش حد يضغط عليها كابتن اسلام، ما بيتخضش، بيعرف يستلم، يباصي، عنده رؤيه. مظبوط. دي اللعيبه اللي الزمالك محتاجه، اللي مش اول ما تضغط عليا لا ما ينفعش، ما ينفعش. فالزمالك محتاج برضو 2 لعيبه بالمواصفات دي في نص في نص الملعب. الاطراف كان عندنا نجاحات كبيره. انت كان عندك تخيل احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي في عز تالقهم. اشرف على فكره لو موجود دلوقتي ما ينجحش. ليه؟ لان اللعيبه دي عايزه نص ملعب تقيل. مظبوط. ليه؟ لانه مش هيعاني انه يجيب الكوره ويعمل هجمه بيعدي من 1 و2 و3 بحلول فرديه، تقصد نص الملعب فرديه بالظبط. ليه؟ لان انت هتوصل له الكوره طول الوقت 1 على 1. انت عارف يا خالد، احنا دايما ايه بنقارن بين محمد صلاح ليفربول ومحمد صلاح المنتخب المصري. بالزبط. هو ده اللي انت بتقول عليه. ان محمد صلاح في ليفربول عنده بدل الحل 20 حل. لكن محمد صلاح لما بيجي هنا المنتخب المصري هو المنفذ وهو المخترع وهو المنهي للهجمه، وده مش هتلاقيه في لعيب كوره. بس على فكره مستواه ابتدى يتحسن. لا انا مش بتكلم لا انا بتكلم على فيتوريا، ابتدى يعني كان مؤثر قوي. باكد على المعلومه اللي انت بتقولها. لما يبقى عندي لعيبه في الثلث الاخير زي زيزو وبن شرقي، عايزين لعيبه نص الملعب بلاي ميكر، ان هو يقدر يحط له في الحته الفاضيه واروح، ان هو يقدر يسند عليه ويروح. لكن مش زي زيزو الفتره اللي فاتت. انا مشفق جدا على زيزو. لان زيزو بيقولوا ايه، بنا ومقاول، عايز يجيب الكوره ويصنع الهجمه وهو اللي يفنش الهجمه.